قبل ما نبدأ صلوبين على النبي بيبدأ مسلسلنا بشي اللي بتقرب من يان وهو نايم، وبنعرف انه صديق اخوها وانها بتحبه من صغرها، بس طبعا ما يعرفش حاجة عن مشاعرها، وهي بتستغل انه نايم وبتقبله على خده، بس بتتفاجئ انه بيصحى وبيتمها انها سرقت منه قبلة وبيشدها ناحيته. بعدها بتصحى وبنعرف انها كانت بتحلم وان ليها 3 سنين ما قابلتش يان، ومن بعدها بيمر الوقت وبتدخل الجامعة وبتنتقل المدينة اللي فيها الجامعة، وهناك بتخبط في شخص من غير ما تقصد وبتكون هتقع وهو بيسندها، وبتتفاجئ انه يان اصلا هو بتفضل بصاله وهي متوتره وبتسال نفسها يا ترى لسه فاكرها ولا لا، وهو بيخبط في دماغها وبيسالها تفضل حاضنه لحد امتى، وبتاخد بالها وبتعتذر وبتبعد عنه، وبيقول لها انه عارف انها متحمسه انها تشوفه بس ما كانش متوقع انها تكون مشتاقه له بالشكل ده، وهي بتتعصب وبتعرفه انها خبطت في شخص من غير ما تقصد انه هو اللي سندها، وبتزعل وبتكون ماشيه فبيشدها وبتبص له بالشكل ده وبتكون خايفه، وبيسالها لو مش عارفاه فبتقول له انه يان، وبتكون بتتكلم بصوت واطي وبيطلب منها تتكلم بصوت عالي علشان مش سامع حاجه، وهي بتعرف انه بيتصرف كده بشكل متعمد علشان يضايقها لانه كان بيعمل كده معاها دايما، وبتشجع نفسها وبتقول له انه يان، وفي الوقت ده سونجا بتيجي وبتعترف له بمشاعرها قدام شي، وبتحاول تمسك ايده وبيبعد عنها وبيرفضها، وبيعرفها ان في حد تاني في حياته، وشي لما بتسمع كده بتحس بحزن لانها بتفتكر انه مرتبط فعلا، وسونجا بتتضايق من رفضه ليها ومش بتصدق انه مرتبط، وبتعرفه انها مش هتستسلم وهتبذل كل مجهودها علشان تكون معاه، فبينصحها ما تضيعش وقتها لانها مش هتقدر تغير رايه، وبتتضايق من كلامه وبتسيبه وبتمشي، وشي بتساله لو كان اخوها اللي طلب منه يستقبلها فبيقول لها ايوه، وبيكون هيمسك الشنطه وهي بتتخض، فبيحاول يهدي الامور وبيتكلم معاها وبيسالها عن سبب تقديمها في الجامعه دي، وبتقوله لانها بتحب المدينه وكمان الجامعه دي رائعه، وبتتهرب منه وبنعرف انها اصلا اختارت الجامعه دي علشانه هو، وبتكون متوتره وبتاخد الشنطه وبتعرفه انها مش هتزعجه تاني، وبتوقع التليفون وهو ماشيه وبيدولها فبتخطفه منه وبتمشي بسرعه، وهو بيفضل يفتكر في ذكرياتهم، وسونجا بتكون بتراقب اللي بيحصل ده وبتعرف انه معجب بشي، هو بترفض انها تخليها تخطفه منها. وشي بتطلع غرفتها وزميلتها بتسألها عن يان، وهي بتسألها لو كانت تعرفه، فبتعرفها ان يان هو فارس كل احلام بنت في الجامعة لانه متفوق في كل حاجة، وبتعرف كمان من زميلتها ان في بنات كتير اعترفوا له بمشاعرهم وهو رفضهم، وبتقول لها ان ممكن تتابع اخباره على منتدى الجامعة لان البنات كلها بتتكلم عنه، وهي بتفتح التليفون وبرغم انه نفس كلمة السر بتاعتها بس بيطلع مش تليفونها، وبتكون مستغربة ان نفس كلمة المرور بتاعتها تفتح تليفون تاني، وزميلتها بتعرفها ان ممكن الشخص ده يكون معجب بيها، بعدها هي بتعرف ان التليفون ده بتاع يان، وبنعرف ان عامله كلمه السر هي تاريخ ميلاده، وطبعا بتتصدم لان كده هيقدر يفتح تليفونها كمان، وساعتها يشوف المذكرات السريه بتاعتها ويعرف انها بتحبه، وبتتصل بيه بسرعه علشان تعرف هو فين، وبتعرف ان تليفوناتهم اتبدلت، فبيقول لها مكانه وبيطلب منها تروح له، فبتروح له بسرعه وهو بياخد باله ان ده تليفونها وبيفتحه، وكمان بيقلب فيه، وهي بتوصل وبتكون متوتره وبتشوفه فاتح التليفون وبتجري عليه وبتقع في الميه وما بتكونش بتعرف تعوم، فهو بينقذها، وسونج برضه بتشوفهم وبتتضايق لان دي تاني مره اشوفهم مع بعض في وقت قصير، وشي بتحاول طبعا تشغله علشان ما يبصش في التليفون ولا يكلمها في اي حاجه، وبتعمل نفسها فاقده الوعي، وبيكون عارف انها بتمثل، وبيقرب منها وبيكون هيقبلها وهي بتبعد بسرعه، وبتلومه على تصرفه، وهو بيخرجها من الميه وبيحاول ينشف لبسها، والسونج بتيجي وبتتكلم معاه وبتعرفه انها جات هنا علشانه، فبيقول لها انه خلاص ماشي بالمكان، وهي بتوقع نفسها في الميه وبتعمل نفسها مش عارفه تعوم علشان ينقذها يعني، بس هو بيخرج وبيساعد شي، وبتطلب منه ينقذ سونج فبيقول لها انها بتعرف تعوم، وبيطلب منها تتجاهلها وبياخدها وبيمشي، وسونج بتتضايق وبتشوف انها لازم تنتقم من شي لان هي اللي خلتها تتعرض للموقف ده وتحرجها قدامه، ومنجي بيجي وبيسأل سونج عن اللي ازعجها، وبنعرف ان منجي ده شخص منحرف، وهي بتعرفه انه لازم يعتدي على شي، وبتديله مهله لحد بكره علشان يخلص مهمته، بيوافق، وبيطمنها انه هيعمل خطه مناسبه علشان يخلي شي تبقى زي الخادمه عندها وتنفذ لها كل اللي هي عايزاه. وشي بتكون مع يان وبتحاول تاخد منه التليفون وبيرفض، وبيطلب منها تشرح لي الاول ليه مخليه كلمه المرور نفس تاريخ ميلاده، وبنعرف ان تاريخ ميلاده وتاريخ ميلادها نفس التاريخ بس طبعا هو اكبر منها، وبتعرفه انه غلطان وانها قصدها انها تخليه تاريخ ميلادها، وبتكون متوتره وبتعرفه انها عايزه تمشي لانها مشغوله، فبيقول لها انه انقذها من شويه وانها لازم ترد له الجميل وتقدم له هديه او حته حلوه او حتى تشكره على الاقل، هو بيقرب لها وهي بتخاف وبتبعد، وبيروح وراها برضه وبتحاول تعمل انها بتهزر، وبتخبط في الخزانه
وبتعرفه انها تعزمه على مشروب، فبيطلب منها تعزمه على عشاء وبتوافق، وبتخطف منه التليفون وبتمشي بسرعه، وبينادي عليها وهي بتتجمد مكانها، وبيعرف طبعا انها مش هتعزمه وانها بتتهرب منه، فبيطلب منها حته حلوى، فبتديله وهو بيلومها وبيسالها لو كانت شايفه ان دي مناسبه كرد للجميل على انقاذ حياتها، وبتعرفه انها تعزمه على العشاء وبتطلب منه يلبس ملابس علشان ما ياخدش برد، فبيلبسها الجاكيت بتاعه وبيطلب منها تمشي دلوقتي علشان هي كمان ما تاخدش برد، وبيفضل باصص لها وهي بتتوتر اكتر وبتسيبه وبتجري، وهو بيبتسم، وبنعرف انه ملقبها بالارنب الجبان، وانه اصلا بيحبها وبيكون مبسوط من اللي حصل. وتاني يوم بتكون مع زميلتها في الشغل وبتبتسم لما يان بيضيفها على الواتشات، وزميلتها بتستغرب لان ابتسامتها مختلفه وكأن حبيبها يعني اعترف لها بمشاعره، وبتعرفها انها اكيد مسحوره علشان تفرح بالشكل ده علشان بس اضافها على حسابه، وبتحاول تعرف منها مين هو الشخص ده، وهي بتسرح وبتفتكر لما انقذها من الولاد اللي كانوا بيرخموا عليها وبتبتسم، ولو بتسالها لو كان حبيبها هو يان، فبتقول لها ايوه، ولو بتفرح علشانها وبتعرفها ان اختيارها رائع وان هي كمان مميزه ومناسبين لبعض هي ويان، وهي بتكون مكسوفه، ولو بتطلب منها تحكي لها كل اللي حصل بعد ما اخدت التليفون بتاعه، وبتكون شايفه انه معجب بيها لانه كان بيرفض دايما يضيف اي بنت على الواتشات، والشيء بتعرفها انه للاسف بيحب واحده تانية، بس لو ما بتكونش مصدقه، وبتطلب منها تعمل المستحيل علشان تكون معاه، واي واحده تحاول تقرب منه وتبعدها حتى لو بالقوه، وهو بيجي وبيسالها ليه عايزه تتخانق معاه، ولو بتعرف انه سمع كلامهم، وشي بتساله عن سبب وجوده هنا وبتخاف انه يكون سمع كلامهم، ولو بتقول لهم ان طالما هما الاتنين يعرفوا بعض يبقى ممكن يخرجوا مع بعض، فهو بيسأل شي لو كانت فاضية، هو بتبدأ ساكتة وبتحاول تتهرب، بس لو بترد وبتقول انها فاضية طبعا وانها بتشتغل بدوام جزئي يعني ممكن تمشي دلوقتي، وهو بيعرفها انه فاضي دلوقتي وبيطلب منها تعزمه زي ما اتفقوا، وبتسكت فبيسألها لو كانت نسيت، ولو بتسيبهم مع بعض علشان يتكلموا براحتهم، وهي بتقدم له مشروب، وبيطلب منها واحد تاني وبيدفع ثمنه وبيقدمه لها هي، بعدها لو بتيجي وبتعرف شي انها عزمتها هي وشخص علشان يلعبوا بلياردو، ويان ما بيصدق انه يلاقيها، وشي بتعرف انه له قصد تورطها وبتقرب منها وبتلومها، بس في النهايه بتروح معاه، وهناك زميله بيتحدى وهي بتقف بعيد، ولو بتقول لها ما تضيعش الفرصه وتحاول تقرب له، وهو بيلاحظ انها بص عليه وساكته، وبيسالها بتبص على ايه ومش بترد، وبتقعد بعيد وبتصوره وهو بيلعب، وبتكون مبسوطه لما بيكسب وبياخد باله انها بتصوره، وهي بتتوتر لما بتحس انه اخد باله، وصديقه بيسالها لو كانت بتصورهم، ويان ما بيكونش عايزه يحرجها وبيعرفها انه هيعلمها اللعب، وهي بتفضل مكانها وبتكون رافضه، بس لو بتزقها ناحيته، وهو بيديلها العصايه وبيطلب منها تبدا تلعب، وما بتكونش عارفه تعمل ايه، وهو بيمسك ايدها وبيعلمها، ولما بتبص له بتلاقيه قريب بتتجمد مكانها، وبيسالها لو في حاجه فبتقول له لا وبتبعد، وبتحاول تبص من الناحيه التانيه، وهو بيركز عليها وبيكون بيحب يشوفها وهي مكسوفه كده، وبيكملوا لعب وهي بتشجع نفسها، وفي النهايه بتقدر تتكلم وبتساله لو كان علم حد بنفس الطريقه، فبيسالها عن رايها هي وهل ممكن يعمل كده ولا لا، فبتقول له ايوه وان اكيد علم بنات كتير بنفس الطريقه، فبيقول لها انه مش من النوع ده وان هي الوحيده اللي علمها ومش هيعلم اي حد تاني كمان، وفي نهايه اليوم بترجع البيت وبتقلب في الصور اللي صورتها له وهو بيلعب، وبتفتكر كلامه وبتكون مبسوطه، بس بعدها بتلوم نفسها وبتشوف ان لازم ما تفكرش فيه طول الوقت كده لان لازم تركز على دراستها، وبتفتكر انها وعدته تعزمه على العشاء، وبتاخد اكله وبتروح علشان تديهوله، وسونجو بتكون بتراقبها وبتتصل بمنجل منحرف، وبتعرفوا انها دلوقتي نزلت من غرفتها وان جه دوره علشان ينفذ اتفاقهم، فبيطمنه انه يعمل كل اللي هي عايزاه، وانه اصلا من اول ما شاف شي هو حطها في دماغه لانه اعجب بيها، هو بيكون شايف ان يان عنده حق انه يقع في حبها برغم انه رفض بنات كتير قبل كده، وهي بتتضايق لما بيتكلم عن يان كده وبتتعصب عليه، وجو بيعرف يان ان في حد نشر له صور تاني في منتدى الجامعه، وبنعرف ان اتعود ان البنات ينشروا صور ومش بيهتم بالاشاعات اللي طالعه عليه، وشيان اخو شي بيتصل بيه وبيكون عارف ان في حد في حياته وبيساله هي مين، ومش بيقدر يقول له انها شي، وشيان بيكون عايش في مدينه تانية علشان شغله، وجو بيقول له انه منجي نشر منشور عن شي، وهو بيسيب التليفون وبيمشي بسرعه لانه بيكون عارف ان منجي شخص مش كويس، ومنجي بيكون مستنيها وبيفاجئها قدام الجميع، وبيعترف لها انه بيحبها وبيقدم لها باقه ورد، وبيشد ايدها وهي بتتخض منه وبتبعد ايده عنها، ولما بترفضه بيتعصب وبيقول لها انها لو ما وافقتش على ارتباط بيها تندم، والبنات اللي حواليها بيطلبوا منها توافق عليه، وبس هي بتخاف، ومنجي بيقرب منها وبيطلب منها تقبله، فبتخاف اكتر وبتحاول تهرب، وهو بيشدها وبيمنعها فبتصرخ فيه وبتاكد انها مش بتحبه ومش ممكن ترتبط بيه، وبتطلب منه يبعد عنها وما يزعجهاش
يزعجهاش تاني، فبيتعصب عليها وبيعرفها انه مش هيسمح انه يخسر كرامته قدام الجميع، وان لازم ترتبط بيه سواء غصب عنها او برضاها. وهي بتعرفه انه عمرها ما قربت منه ولا كان في بينهم اي حاجه، ولا حتى لمحت انها معجبه بيه، يعني هي ملهاش علاقه بتصرفاته، وبتاكد رفضها ليه وانها مش هتسمح انه يبتزها. فبيصرخ فيها وبيكون هيضربها، بس يان بيجي وبيضربه، ومنجي بيتعصب عليه وبيطلب منه ما يتدخلش بينه وبين شي لانه ملوش علاقه باللي حصل بينهم. وبيعرف شي انه خلاص فهم وعرف انها بتخونه مع يان، فيان بيتضايق وبينزل فيه ضرب، وبيعرف انه هيخلص عليه لو فضل ينشر عنها اشاعات، والناس بتكون بتصور، ومنجي بيصرخ فيهم علشان محدش يصوره وهو بينضرب. هو بيطلع يجري من المكان، ويان بياخد شي وبيمشي، وهي بتفضل متنحه وهو ماسك ايدها، وما بتكونش مصدقه ان هما ماشيين وهما ماسكين ايدين بعض، وايده بتكون مصابه وبيطلب منها تنفخ عليها علشان تخف، وهي بتساله لو كان كده الالم هيقف، فبيطلب منها تجرب وبتنفذ كلامه، وبتساله لو كانت خفت وبيضحك، وبتعرف انه بيضحك عليها علشان صدقت كلامه وبتتضايق، وبتزق ايده بعيده وبتلومه علشان كذب عليها. وهو بيقول لها ان شكلها حلو وهي متعصبه، وبتكون ماشيه وبيشدها وبيوقفها، وبيكون سمعها بتقول لمنجي انها بتحب شخص، وبتنكر فبيأكد انه سمعها كويس، وبيسألها لو كان موجود في الجامعه هنا، فبتقول له ايوه، فبيطلب منها تكمل وملامحه بتتغير، وبتعرفه ان الشخص ده بيحب واحده تانية، فبيتعصب وبيقول لها انها غبيه علشان تحب شخص كده، وبيسألها هو مين وبترفض تقول له، فبيتعصب اكتر وبيلومها لانه بيكون فاكر انها بتحاول تحمي الشخص ده، وبيطلب منها تبعد عن الشخص ده وانه اكيد هيجي يوم وهتقابل الشخص المناسب، وهي بتسأله لو ما جاش الشخص ده هتعمل ايه، وبيلومها علشان بتفكر بالطريقه دي، وبيعرفها ان الشخص اللي ما يهتمش بيها يبقى ما يستحقش تفكر فيه، وهي بتسأله لو كان بيحب واحده بتحب واحد تاني، فبيقول لها ان موقفه هيكون مختلف عنها لانه راجل، وهو اللي لازم ياخد المبادره، وان لو البنت اللي بيحبها كان في حد في حياتها هيحاول يخرج الشخص ده من قلبها، ولو فشل هيبعد عنها، وهي بتتضايق وبتضربه وبتسيبه وبتمشي، وهو بيستغرب من تصرفاتها. وتاني يوم بيكون عندها محاضره وبنعرف ان هو اللي هيدرسها، وبتلوم نفسها علشان اختارت التخصص ده، وبتقابل شخص كان زميلها في المدرسه وبيقعد جنبها، ويان بيجي وبيشوفها جنب الشخص ده وبيتضايق، وبيحس بغيره وبيفتكر طبعا انها بتحب الشخص ده، وزميلها بيقرب لها اكتر وبيغطي وشه بالدفتر اللي معاه وهو بيكلمها، وبيتكلم عن يان وهي كمان بتداري وشها وبتحاول تخلي زميلها يسكت، هو بيخبطها في كتفها، ويان بيكون شايف كل ده طبعا، وبيكون هيتجنن، وبيعرف الطلاب انه هيبدا المحاضره، وبيطلب من شي تقوم وهي بتتخض، وزميلها بيخبطها في كتفها علشان تقف، وبتسال يان لو كان بيتكلم عنها، فبيقول لها ايوه، وبيسالها سؤال صعب ومش بتعرف تجاوب، وبيكون متعمد يعمل كده، وزميلها بيقول له انه عارف وبيجاوب من غير ما يان يطلب منه، ويان بيكون نفسه يطرده من مكانه وبيتعصب عليه، وبيطلب منه يقعد، وبيعرف شي انه هيدرسها بنفسه بعد المحاضره علشان يشرح لها اي حاجه هي مش عارفاها، والطالبات بيطلبوا منه يضيفهم على الواتشات علشان يبعت لهم المحاضرات، وهو بيرفض، وبعد المحاضره زميلها بيكون عايز يتكلم معاه وهي بتزقه علشان يخرجوا من هنا الاول، ويان بيقف قدامها وبيعرفها انه طلب منها تستنى، وهي بتقوله ان هو اللي قال ان لو عندهم اي اسئله يبقى يسالوا استاذ الماده، وبنعرف انه لسه مدرس مساعد ولسه بيدرس كمان، وبيعرفها انها مختلفه عن الجميع، وزميلها بيكون واقف وبيعرفوا ان هو كمان ممكن يكون مختلف، وبيطلب منه يساعده زيها، ويان بيتعصب عليه لانه بيزعجه في كل مكان وطول الوقت، وبيطلب منه يمشي من هنا بسرعه، فبيمشي وبيسيبهم، ويان بيشاور لشي علشان ترجع مكانها، وهي بتنفذ كلامه، وبيسالها لو عايزه تمشي فبتقول له ايوه، فبيسالها لو كان عندها موعد مع حد معجبه بيه وعايزه تروح تقابله، وهي بتتوتر ومش بتعرف ترد، وبتفضل ساكته وبتسرح وبتفتكر لما كان بيذاكر لها، وهو بيخبطها في دماغها علشان تفوق، وبيعرفها انه يشرح لها وهي بترفض، وبيسالها عن السبب فبتتحجج انها جعانه، فبيوافق انهم يمشوا. بعدها بيتكلم مع جو بيساله لو حب يختار واحده يرتبط بيها هيختار واحده عبقريه ولا واحده زميلته غبيه، وبيعرف انه يقصد شي بالسؤال، وبيعرفوا ان لو كان مكانه هيختار الشخص العبقري زيه، وبعدها بيديله نصايح، وطبعا مش بيفوت الفرصه وبيسخر منه، وبيساله لو كان المنافس بتاعه متفوق عليه، ويان بيتهرب منه بيحط السماعه في ودانه، وجو بيقول له انه بكره عيد ميلاده هينظم رحله، وبيطلب منه يجي معاهم، ويان بيرفض وبيعرفوا انه مش بيحب المناسبات دي، وجو بيحاول يقنعه بيعرفوا ان دي فرصه بس مش بيقتنع، فجو بيتصل بشيء قدامه وهو بيحاول يعرف هتروح ولا لا، هو بتقول له لا في البدايه، بس تاني يوم بتيجي وبيتفاجئ كمان ان يان بيجي، وحبيبه جو بتستغرب لانه رفض يجي وقال انه عنده شغل، وهو بيتضايق وبيقول لها انه خلص شغله وبيكون عايزه تدخل الحافله وتسيبه مع شي، وجو بيجي وهو بيدخل الحافله، وبيستغربوا من الحاله اللي هو فيها من ساعه ما شاف تانجي زميل شي، وبيتعصب عليهم علشان يطلعوا الحافله، وتانجي بيعرفوا ان المقعد ده محجوز علشانه هو، بس بيرفض يقوم، وتانجي بيخاف منه، هو بيروح يقعد في مكان تاني، وبيطلب من شي تيجي تقعد جنبه، وبتكون رايحه ناحيته ويان بيشدها وبيقعدها جنبه، وبيعرفها انه المقعد ده محجوز مخصوص علشانها، وان مش مسموح تقعد في مكان تاني، وتانجي بينادي عليها وبيسالها ليه ما جاتش تقعد جنبه، فيان بيتعصب عليه وبيعرفوا انه ما ينفعش تقعد في مكان تاني لانها مش بتتحمل ركوب الحافله، وبنعرف ان المقعد ده مخصص للناس اللي بيصابوا بدوار في الحافله،
هو تانج بيقول ان هو كمان بيصاب بدوار وبيطلب منه ينتقل ويجي مكانه علشان يجي يقعد عنده. هو بيرفض طبعا وبيشوفه بيهزر مع شي وبيكون نفسه يرميه من العربيه، وجو بيدخل وبيقع وبيخبط في شي علشان تقع على يان، هو بيعمل نفسه ما كانش قصده. ويان بيسأل شي لو كان هي وتانج اصحاب مقربين، فبتقوله لا وانه مجرد زميل من ايام المرحله الاعداديه، وبيسألها عنه لو كان شخص منحرف، فبتستغرب وبتقوله لا طبعا وانه دايما بيساعدها كل ما تحتاج مساعده. هو كلامها ده بيضايقه اكتر وبيطلب منها باكو بسكوت وبتكون هتديه من لتانج الدوله، بس بيرفض وبياخد من اللي هي جابتهم. هو بيربط لها الحزام والحافله بتتحرك وبيقع عليها، فبتتوتر وبتطلب منه يبعد، فبيقول لها ان هي اللي ماسكاه وبتاخد بالها وبتعتذر وبتبعد عنه، وهو بيفضل يضحك على تصرفاتها. بعدها بيكون بيتكلم وبتطلب منه يقرب وبيتكلموا بالشكل ده، وجو بيقرب وبيسالهم بيتكلموا في ايه، فبيبعدوا عن بعض. وجو طبعا مش بيسكت وبيشوف يان بيراسلها وبيرخم عليه، ويان بيكون متضايق منه لان كده هيبوظ الدنيا، وبيحذره لو اتكلم تاني، وبيبعت له رساله وبيساله عن علاقتهم. فيان بيعرفوا انها مراته المستقبليه، وجو بيساله بصوت عالي مين هي مراته المستقبليه دي، ويان بيطلب منه يسكت. والشي بتكون فاكره يقصد بنت غيرها وبتزعل طبعا، وبتنام وهو بيقرب منها علشان تسند دماغها على كتفه، وبتفضل نايمه لحد ما بيوصلوا، واثناء ما بيفك الحزام بتقبله على خده من غير ما تقصد، وبتتخض وبيسيب الحافله وبتنزل جري. هو بيروح وراها وبتحاول تهرب منه بس بتقع، وهو بيسندها وبيحاول يشوف اصابتها، فبترفض وبتبعد رجلها، وبيسالها عن سبب تصرفاتها معاه بالشكل ده وهل بتحاول انها تتجنبه، وهي مش بترد. وبيسندها علشان تقعد وبتساله عن سبب معاملته اللطيفه دي واهتمامه بيها، وهل مش خايف ان حد يشوفهم ويفهم غلط، وبيسالها تقصد مين، فبتقول له عارف قصدها مين، وهو بيفتكر انها خايفه ان تانجي يفهم غلط، وبيتعصب وبيعرفها انه بيعملها كده علشان هي اخت صديقه، وبيدلك رجلها وبرضه مش بتقدر تمشي، فبيشيلها على ظهره في النهايه. وسونج بتشوفهم وبتقرر تتصرف بنفسها لانه واضح ان منج المنحرف مش هيقدر يعمل حاجه، وبتراقب شي وبتحاول تلاقيها في مكان لوحدها بس مش بتقدر، وشي بتلاقيها خارجه وراها وبتطلع عليها الميه. وسونج بتتهمها انها اغوت يان علشان تخطفه منها، وبتحاول تضربها بس شي بتمسك ايدها، وبتسالها لو كانت فاكره ان بتصرفاتها دي هيبص لها، وهي بتغلط فيها وبتتكلم عن يان، وبتاكد انه ارتبط ببنات كتير وان هي مجرد بنت هيقرب منها وبعد ما يزهق منها هيرميها. والشي بتقول لها ان ما يهمهاش علاقه يان قبل ما يعرفها، وبتفكرها لما رفضها بطريقه وحشه، وبتكون عارفه انها بتتكلم عنه بشكل وحش علشان حاسه بالاهانه، وبنعرف انها حاولت تصور شي وتسرب الصور، وشي بتعرف كده وبتضربها بقلم، وبتقول لها ما تهينش نفسها اكتر من كده، وبتكون ماشيه وسونج بتكون هتضربها في ظهرها بس يان بيجي وبيحميها وبيطمن انها بخير، وهي اصلا بتتفاجئ بيه، وهو بيدافع عنها وبيهدد سونج لو ازعجتها، وبيكون عارف كل الاشخاص اللي سونج ارتبطت بيهم، وبيقول لها ان لو ضايقت شي تاني هيكشف المعلومات دي لزمايلها في الجامعه، وبيعرف انها كانت بتحاول تصور شي بس شي بتطمنه انه ما حصلش حاجه وما قدرتش تصورها، وملابسها بيكون عليها ميه وبيلبسها الجاكيت بتاعه، وبيطلب منها ما تصدقش كلام سونج عنه، وبيأكد انه عمره ما كان شخص مستهتر او متعدد العلاقات، وانه شخص تقليدي وما بيحبش غير بنت واحده، وبيرفض اي بنت علشانها، وبيطلب منها ترجع ترتاح دلوقتي، وهي بتحاول تنام وبتفكر في كلامه، وبتستغرب ان حب يوضح لها شخصيته، وبتسأل نفسها لو كان بيحبها هي، وبتفتكر لما ران كانت بتكون معاه ايام المدرسه، وبتلوم نفسها انها بتفكر كده، وبتشوف ان مش لازم تعلق نفسها باي احلام كاذبه، وهو بيساعدها علشان تخرج من الخيمه وبتقع وبيقع عليها، وبيقبلها على دماغها من غير ما يقصد، وهي بتتخض وبتزقه بسرعه، وهو بيستغل الموضوع وبيسألها لو كانت قصدت تعمل كده، وبيفكرها ان ده حصل اكتر من مره، وان شاكك انها بتراقبه من فتره طويله، فبتاكد انها مش بتعمل كده، وفي حد بينادي عليهم وهي بتخاف ان حد يشوفهم في الخيمه لانها مش هتعرف تشرح علاقتهم بالظبط، هو بتطلب من يان ما يتكلمش، وبتحط ايدها على بقه وهو بيبعد ايدها، وبيكون تانج اللي بينادي عليها، ويان بيتضايق وبيسالها لو كانت معجبه بتانج وخايفه ان يشوفهم مع بعض، فبتقول له لا طبعا، وتانج بيحاول يتصل بيها لما مش بترد، وبيعرف انها في الخيمه وبيتعصب علشان رافضه ترد عليه، وبيقول لها لو ما ردتش او خرجت هيدخل هو الخيمه، فبتزق يان وبتخرج بسرعه، وتانجي بيطلب يتمشوا مع بعض وهي بتوافق، ويان بيتضايق اكتر وبيتصل بشيان وبيساله لو كان يعرف تانجي ده، فبيقول له انه كان زميل شي في المدرسه، وبيسال عن علاقتهم، فبيقول له ان علاقه عاديه وان شي ما اتكلمتش عنه قبل كده، بس هو كان جيرانهم وكانوا اصحاب من صغرهم، وبيسال لو كانوا قريبين من بعض، وشيان بيكون شايف انه هيكون مناسب ليها لان تانجي ولد ملتزم، فيان بيتعصب عليه وبيقفل السكه في وشه، وبيعمل له كمان بلوك على الواتشات، فبيتصل برقمه وبيلومه على تصرفه، فبيقول له ان هو اللي استفزه ولازم
وبيتحمل تمن تصرفاته وبيقفل في وشه برضه، وشيان ما بيكونش فاهم اللي بيحصل. وتاني يوم هي بتكون بتتفرج على تانجي وهو بيلعب كرة السلة وبيقرر يعلمها وبتكون رافضة، بس لو بتزقها علشان تروح معاه وبيبدأ يعلمها، بس يان بيجي وبيلعب الكرة في الحلقة وتانجي بيتضايق من وجوده ويان مش بيرد عليه وبيكلم شي، وبتحس من طريقة كلامه انه بيغير عليها. وتانجي بيجيب الكرة وبيقف جنبها ويان بياخدها منه وبيقول له انه هيعلمها اللعب، وتانجي بيرفض لان هو اللي قال انه هيعلمها الاول. فيان بيحدف الكرة وظهره للحلقة وبرضه بيقدر يحرزها والكل بيتفاجئ، فتانجي بيطلب منه يلعبوا مباراة وبيوافق، والكل بيتابع وهي بتشجع يان اللي بيفوز على تانجي في النهاية. وشي بتكون هتديله ازازة مية بس في بنت بتروح له قبلها وهي بتقف بعيد، لكن هو بيرفض ياخد من البنت وبيكون هياخد الازازة اللي مع شي، بس تانجي بياخدها قبله وبيتضايق، ومنجي بيجي يخبط شي بالكرة وتانجي بيتعصب عليه وبيعمل نفسه ما يقصدش، فيان بيضربه بالكرة في دماغه وبتكون قوية وهو بيخاف وبيمشي، ويان بيروح يطمن على شي وبيحط الازازة على دماغها مكان الاصابة، وتانجي بيعرف انهم يعرفوا بعض وبيسأل عن علاقتهم وهي بتقول انه صديق اخوها، ويان بيتضايق انها عرفته كصديق اخوها بس، وتانجي بيكلمه وهو بيتكلم معاه بعصبية، وشي بتكون واقفة جنب تانجي وهو بيشدها وبيقول لها انه صديق اخوها وان لازم يهتم باصابتها وانه مش سامع صوتها وهي بعيد، وهي بتحاول تتهرب وبتقول له انها عطشانة ورايحة تجيب مشروب والمية اصلا بتكون في ايديها، وتانجي بيكون جاب لها مشروب وبيقدمه لها، ويان بيتعصب عليه لانه كل ما بيحاول يبعده يقرب منها تاني، وبيشرب من المشروب اللي معاها وهي بتدوله وبتقول انه ممكن يشربه كله، وبتكون عايزه تمشي وتانجي بيقول لها ان معاه مشروب تاني وبيقدمه لها برضه، وهي بتكون عارفه ان حتى العلب خاصه بالمرتبطين وبتتنح، ويان بيطلب منها تشرب لان دي هديه من تانجي بمناسبه جوازهم، هو بيكون بيهزر، وتانجي بيقول لها ان يان شخص كويس جدا. بعدها بيطلب منها تشارك معاه في مسابقه وبترفض، بس بيعرفها ان المقابل المادي بتاع المسابقه كبير، ولما بتعرف كده بتوافق، ويان بيتضايق وبيزقه وبيبعده وبياخدها وبيمشي وبيقف معاها بالشكل ده علشان ما تهربش منه، وبيسالها عن علاقتها بيه هو، فبتقول انه صديق اخوها، فبيعرفها انه كان قريب من عيلتها وانه ما ينفعش تحطه في مكان بعد تانج، وهي بتطلب منه يقول لها على اسباب تصرفه كده، وبيرفض وبيكون ماشي وبتروح وراه وبتحاول تضغط عليه علشان تعرف، وبيطلب منها تعرف بنفسها وبيمشي وهو زعلان لانه بيحس انها مش حاسه بمشاعره، وبيعدوا يومين ومش بيقابلها ولا بيبعت لها اي رساله، وهي بتكون محبطه وبتفكر انها تبعت له رساله، ولو بتيجي وبتقول لها انه ممكن يكون عمل كده علشان بيحس بالغيره من تانج، وهي بتفكر في تصرفاته وبتحس كده فعلا وبتكون مبسوطه، وبتكون بتعدل المكياج علشان المسابقه اللي هشارك فيها مع تانج، وسونج بتجيب منجو وبتقول انه لازم بعد ما تخلص العرض بتاعي ينفذ اتفاقهم، وهو بيطمنها انه جاهز المره دي، وهي بتقدم اغنيه مع تانج، ويان بيكون حاضر في المسرح وبيحس بالغيره اكتر لما بيسمع كلام البنات عنها هي وتانج، وبيكونوا شايفين انهم مناسبين لبعض جدا، فبيبعت لها رساله وبيسالها لو هي وتانج مرتبطين، وبيكون فاكر انه حبها السر وبيمشي من المكان، وجو بيكون عارف انه هيتجنن من الغيره، وسونج بتراقب الوضع وبتشوف ان جه الوقت اللي شي تخسر فيه كل حاجه، وشي بتكون في الغرفه وبتقرا الرسائل بتاعته، وبتكون مبسوطه لانها بتحس انه بيغير عليها، وبتبعت له رساله علشان عايزه تقابله، بس في الوقت ده منج بيخدرها وبياخدها من المكان، ويان بيجي وبيلاقي الكرسي واقع والغرفه فوضى، وبيحاول يتصل بيها ومش بترد، فبيتصل بجو علشان يشوف بسرعه فيديوهات المراقبه، وهي بتكون فاقده الوعي وبتبدا تفوق، ومنج بيكون بيضحك عليها وبيقول لها ان التوقيت ده مميز جدا، وبيخلع الجاكيت بتاعه والشخص اللي معاه بيعرف انه عايز يعتدي عليها، وبيرفض تصرفه وبيفكروا انهم اتفقوا انهم يضربها ضرب بسيط وينشر الفيديو على مواقع التواصل مش اكتر، وهي بتضربه لما بيحاول يقرب لها، وبتقدر تفك الحبل اللي في ايديها وهو بيمسكها من رقبتها وبيعرفها انه هيدمرها، وبتكون بس على التليفون ويان بيكون بيتصل وهو بياخد باله وبيشوط التليفون بعيد عنها، وبيعرفها انها بتحلم لو كانت فاكره ان يان هيقدر ينقذها المره دي، وبيأكد انه هيسجل لها فيديو وهي معاه وهيبعته ليان، وبيسخر منه وبيقول لها انه نفسه يشوف شكله لما يشوف الفيديو بتاعهم، وهي بتحاول تبعده وبتعض في ايده، فبيضربها بالقلم وبيعرفها انه هيدفعها ثمن ضربها ليه واهانته، بس في الوقت ده يان بيجي وبيضربه وبيعرفه انه بيحب استفزازه ده، وهو بيقول انه اخد منها اللي هو عايزه علشان يستفزه اكتر، فيان بيوقعه وبينزل في ضرب بشكل هستيري، والشخص اللي مع منجي بيتصل باصحابه وبيهرب من مكان، وهي بتخاف ان يان يخلص على منجي وبتحاول تبعده، وبتاكد انه بيكذب عليه علشان تستفزه، وبتقدر انها تبعده عنه، وفي شخصين مع منجي بيجوا وبيصرخ فيهم علشان يضربوا يان، بس هو بيضربهم وبيكون معاهم عصيان وبيخاف على شي وبيحضنها وبينزلوا في ضرب، وهي بتقدر تبعد وتخرج وتنادي اصحابهم، ومنجي واللي معاه بيهربوا قبل ما الشرطه توصل، وشي بتحاول تاخد يان العياده وبياخد باله ان في اصابه في ايدها وبيشيلها برغم كل الاصابات بتاعته، وبيخلي الدكتور يفحصها هي الاول، والدكتور بيعرف انه بيحبها وبيديها مرهم وبيطلب منها تساعده في علاج اصابته، وبيسيبهم وبيخرج، وهو بيعالج اصابتها الاول وبيخلع القميص علشان تعالج الكدمات اللي في جسمه، وبتتوتر وبتزقه وبتبعده عنها، ولما بيفكرها انه مصاب بتعتذر وبتساعده علشان يقعد كويس، وبيسالها لو كانت بتحب تانجي ومش بترد، وهي بتساله لو كان الموضوع يهمه، وبيفضل باصص لها فبتشجع نفسها وبتساله لو كان بيحبها، وهو بيخاف يعترف لها انه
بيحبها تتجنبه، وبيتردد وبيفضل ساكت. فبتتضايق وبتسأله لو كانت الإجابة صعبة للدرجة دي. والأول مرة هو بيتوتر بالشكل ده، وبيكون هيعترف لها بمشاعره بس بيجيله اتصال، وبيعرف إن ران اتصابت ونقلوها المستشفى وحالتها خطيرة. وهي بتسمعه وبتفتكر إنه بيحب ران. ويان بيمشي وبيعرفها إنه هيرجع ويفهمها كل حاجة. وصديقتها بتيجي وبتوريها المنشورات اللي انتشرت عن ران ويان، والكل بيكون فاكرهم مرتبطين، وهي برضه بتقتنع بكده. وهو بيوصل المستشفى وبيكون هيبعت لها رسالة إنه معجب بيها بس. وقبل ما يعدلها بيخبط في الدكتور ورسالة بتتبعت لشي اللي بتفضل تعيط وله بتحضنها وبتحاول تهديها. ويان بيكون اطمن على ران وبيحاول يكلم شي وبيتفاجئ انها عملت له حظر، وفي حد بيبعت له صورة ليها مع تانج وبيعرفوا مكانهم وبيطلب من جو ياخد باله من ران لحد ما يرجع. وبنعرف ان ران تبقى اخته اصلا. وتانج بيسأل شي لو كانت هي ويان مرتبطين وهي بتبتسم. فتانج بيحس ان عنده فرصة وبيعترف لها بمشاعره وبيقدم لها باقة ورد. وفي الوقت ده يان بيوصل وبيجري عليها وبيسألها لو كانت هتوافق على تانج وبيحاول يقنعها ترفض. بتقول له انه ملوش علاقه بيها علشان يتدخل في قراراتها. فبيفكرها بكلامه في العياده وبيكون عايز يكملوا الكلام، لكن بترفض وبتعرفه انه كل اللي فات مش مهم عندها. وبتسيبه وبتمشي مع تانج وهو بيتصدم. وتانج بيكمل كلامه وهي بتعتذر انها استغلته، وبتاكد انها مش هتقدر تبادله نفس المشاعر لانها بتحب شخص تاني. وبيعرف ان الشخص ده هو يان. فبينصحها انها تشرح له كل حاجه لانه بيحبها. فبتقول له ان يان معتبرها زي اخته مش اكتر. وبترجع البيت وبتفضل تفكر في ذكرياتها معاه. وبيتعصب عليه وبيعرفوا ان شي رفضته وبيشرح له اللي حصل. وبيطلب منه يروح يتكلم معاها. فبيروح لها بس هي بتكون رافضه تتكلم معاه. فبيوقفها غصب عنها وبيشرح لها كل حاجه وبيعترف لها بمشاعره وهي بتكون مبسوطه. بعدها بتكون مع لو في الحانه وبتعرف ان يان اعترف لها وبتكون مبسوطه علشانها. وهو بيجي فبيسيبهم مع بعض وهو بيفضل حاضنها وبيطلب منها تفضل كده. بعدها بيكون في مسابقه سباحه وهي بتصوره وبياخد باله وبيفتكر انها بتصور الجميع وبيتضايق. هو بيبعت لها رساله ولما بتروح له بياخد منها التليفون وبتكون مكسوفه. وهو بيعترف لها انه معجب بيها من فتره طويله وانه كان مستني الوقت المناسب علشان يعترف لها. وشيان اخوها بيجي وهي بتستخبى ورا يان. وشيان مش بيشوفها وبيمشي وبيسيبهم بس بيعزمهم على العشاء وبيحاول يعرف علاقتهم وبيكون عايزهم يرتبطوا بس هي بتنكر ان في حاجه بينهم. وبيكونوا قاعدين جنب بعض وبيكون ماسك ايديها بس بعدها بيعرف علاقتهم وبيضرب يان. وشي بتحاول تبعده وتهديه وبتعرفوا انهم مرتبطين. وشيان بيتكلم معاهم وبيكون اصاب يان وبيطلب من شي يسيبهم لوحدهم. فبتروحوا الغرفه وهو بيتكلم مع يان وبيساله لو كان جد في علاقتهم فبيقول له ايوه. وبيعرفوا ان شي اخته من والده ووالده مات وهي طفله صغيره ومامتها اتخلت عنها وعيلته كانوا بيعاملوها بأسوأ. وهو متحملش واخدها تعيش معاه من وهي عمرها 6 سنين. وبيقول انها عاشت لحظات صعبه كتير ومش هيسمح انها تعيش حياه صعبه تاني طول ما هو عايش. فيان بيطمنه وبيأكد انه هيحاول يخليها سعيده بكل الطرق وبينادي عليها وبيأكد انه بيدعم قرارهم وبيتمنى لها السعاده وبيطمنها ان وقت ما هتحس ان الحياه صعبه عليها هتلاقيه جنبها في اي وقت. ومن بعدها بتمر فتره وبتنتهي دراستها ويان بيروح لها في حفله التخرج وهناك بيعرض عليها الجواز وهي بتوافق وبيمسك ايدها وبيجروا مع بعض. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.